صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. افتحوا التلاجة وطلعوا كل الخضار اللي فيها وتعالوا نعمل غدوة سهلة وسريعة ومشبعة جدا. مش هتبطلوا تعملوها طول الاسبوع. ولو اول مرة تشوفوني، انا سلمى، اتمنى تشتركوا في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو. ويلا بسم الله. حرفيا انا فتحت التلاجة وطلعت كل الخضار اللي قدامي. انا هعملها بالصدور، ممكن جدا بالوراك بس تكون مخلية. والخضار استخدمت البسلة، الجزر، الكوسة، بطاطس، وطبعا بصل وفلفل وعود كرفس وكمان زعتر وروزماري. لو متوفرين عندكم بيدوا نكهة رائعة لأي أكلة بتضافوا ليها. هقطع كل الخضار تقريبا بنفس الحجم. كمان الصدور هعملها مكعبات كبيرة أو متوسطة شوية عشان لما تستوي تكون قريبة لحجم الخضار وتكون واضحة. وعاوزة أقولكم إن الوصفة دي من الوصفات السريعة والمنجزة جدا، واللي تقدروا تعملوا منها وجبات أسبوعية وتجددوا فيها في كل مرة بالفراخ، مرة سمك فيليه أو سلمون، أو حتى من غير أي لحوم خالص. هتفضل وجبة صحية مشبعة ولذيذة. بعد ما قطعت كل حاجة مكعبات هنزلهم في الصينية كل حاجة مع بعض، الخضار، البصل، الفراخ مع الأعشاب، وهبدأ ان انا اتبلهم مع بعض. حطوا التوابل اللي انتوا تحبوها. انا هتبلها معلقة صغيرة اوريجانو، معلقتين صغيرين بهارات فراخ، اي ميكس بهارات فراخ تحبوه، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقتين صغيرة من البابريكا، الثوم الباودر، وكمان الملح، وهقلبهم كلهم سوا. وهتلاقوا كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف تحت الفيديو. قلبتهم كويس مع بعض وهسيب السطح. وبعدين هحتاج كوباية مية سخنة، هزود عليها تقريبا ربع كوباية زيت زيتون او اي زيت نباتي، وكمان هزود عليهم معلقتين كبار معجون طماطم. هدوبهم مع بعض وانزلهم فوق الخضار. هغطي الصينية بورقة زبدة. الفرن يكون سخن على 230، الرف اللي في النص، وضروري جدا ان الفرن يكون سخن جدا من قبلها. هتاخد تقريبا 40 ل 45 دقيقة. كل ربع ساعة بفتح عليها اتأكد ان المية منشفتش واديها تقليبة. وممكن بعد ما تستوي تطفوا من تحت وتشغلوا الشواية من فوق تدوها تحميرة بسيطة. بس انا حبيت ان كل حاجة تفضل طرية. وبس كده، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. اكلة لذيذة وسريعة ومليانة نكهات رهيبة، وبجد من الوصفات الخفيفة على المعدة واللي بتتعمل كتيرة جدا في البيت. كل حاجة دايبة ومستوية، وان شاء الله تجربوها وتحبوها جدا. والأكلة دي مرنة جدا، يعني تقبل أي خضار تحبوه، وتنفع بالفراخ أو حتى بدون. يعني كل مرة تقدروا تغيروا وتستخدموا الخضروات المتوفرة عندكم. وبس كده، اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله.